عمر كان في طريقه إلى مدينة بعيدة لحضور اجتماع عمل مهم، لكنه لم يكن يعلم أن هذه الليلة ستتحول إلى كابوس لن يستيقظ منه. كانت الرياح تعصف بالخارج حين توقفت سيارته أمام فندق قديم يبدو مهجورا جزئيا. نزل عمر من السيارة ينظر إلى المبنى بتردد، يمسح المطر عن وجهه ثم يسير نحو الباب. الفندق بدا مهجورا، الأضواء خافتة والجو مشحون بالرهبة. عندما فتح الباب ببطء تردد صوت صرير مزعج، واستقبله داخل الفندق موظف استقبال غريب يبتسم ابتسامة غير مريحة. قال له بصوت غامض: غرفة 404، أظن إنها الوحيدة المتاحة. تردد عمر قليلا قبل أن يتناول مفتاحا قديما متهالكا يحمل الرقم 404، ثم بدأ يسير عبر ممر الفندق المظلم، حيث كانت الأضواء تومض بشكل متقطع والهواء مشحون بشيء غير مفهوم. كل شيء كان يبدو غريبا، وكأن المكان يهمس له بالهروب. عندما وصل إلى باب الغرفة وضع المفتاح في القفل، فتح الباب ببطء وصوت صريره شق الصمت الثقيل. كانت الغرفة مظلمة، الإضاءة خافتة جدا، وبداخلها سرير بسيط، مرآة قديمة ضخمة مقابلة له، وجو كئيب يوحي بأن هذه الغرفة شهدت أشياء لا يجب أن تعرف. جلس عمر على السرير يتأمل الغرفة بقلق، ثم وقف أمام المرآة ينظر إلى انعكاسه، لكنه لاحظ شيئا غريبا: انعكاسه لم يتحرك بنفس سرعته، تأخر عنه لحظات. اقترب أكثر يحدق في الصورة أمامه، حتى أدرك أن شيئا ما ليس على ما يرام. رمش بعينيه، لكن انعكاسه لم يفعل. تجمد عمر في مكانه يتراجع بخطوات ثقيلة، لكن انعكاسه ظل يبتسم له ابتسامة مرعبة. بدأ همس خافت يملأ الغرفة، والمرآة بدأت تتشقق ببطء. ثم خرج صوت غامض من داخل الزجاج. ما كانش المفروض تيجي هنا. ارتجف عمر، تراجع عن المرآة، لكنه سمع صوت أنفاس خلفه. التفت ببطء، لا أحد هناك، لكنه شعر بشيء يتحرك في الظلام. هرع إلى الباب، حاول فتحه لكنه لم يتحرك، وكأنه جزء من الجدار. ضرب الباب بقوة، لكن صوته كان يضيع وسط أصوات الضحكات التي بدأت تتردد في الغرفة. الظلال تحركت في زوايا المكان، وانعكاسه في المرآة ظل يبتسم بثبات. وقعت عيناه على شيء مظلم يقف خلفه في الانعكاس، كيان غامض يقترب ببطء، يمد يده نحوه. صرخ عمر وقفز مبتعدا، وقع على الأرض وهو يرتجف، لكن فجأة فتح الباب بقوة. لم يفكر، ركض بكل سرعته خارج الغرفة. الممرات كانت تمتد بلا نهاية، كأنها ترفض خروجه، حتى وصل أخيرا إلى الاستقبال، لكنه توقف في صدمة. الفندق كان فارغا تماما، لا موظف، لا نزلاء، لا شيء سوى الصمت الثقيل. شعر بشيء يتحرك خلفه. ظهر الكيان خلفه يبتسم ابتسامة بشعة. عمر لم يستطع حتى الصراخ قبل أن يغلق الباب عليه بعنف. لحظات من الصمت، ثم همسة خافتة تتردد في الظلام: غرفة 404 دائما متاحة.